السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العيش البلدي اللي بنشتريه من الأفران بطريقة سهلة جدا وبسيطة، طريقة ناجحة ومضمونة 100% في المقادير وطريقة التسوية، وكمان هنسويه على النار من فوق، مش هنستخدم الفرن خالص، يعني عيش الطاسة اللي بيقولوا عليه. وكمان حابة أشكر كل متابعيني من كل الدول العربية، عاوزة أقول لكم شكرا جدا جدا على دعواتكم الحلوة قوي، لكم مثل ما دعوتم وزيادة. بحبكم في الله والله يا أحلى أخوات في الدنيا. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. شايفين جمال العيش؟ بجد طعمه مختلف تماما عن بتاع بره، وبجد تحفة قوي، وطريقة التسوية وطريقة العمل جميلة قوي، هتخلي عندك طاقة إيجابية رهيبة. عاوزة أقول لكم ريحة البيت كان كلها عيش، تحسي كده كلها خير. يعني لما يعني تشمي ريحة العيش كده وانت بتعملي حاجة حلوة في بيتك ومبسوطة بيها وفرحانة انها طلعت ناجحة، هتحسي بطاقة إيجابية وتحسي ان كل حاجة فيها خير كده، هتبقي مبسوطة جدا. ولادك حواليكي عاوزين الله يا ماما ايه ده، حاجة حلوة وجميلة، فهتفرحي وهتفرحي كل اللي حواليكي. يلا أول حاجة هنبدأ. أنا عندي كيلو من الدقيق، سواء بالكوباية المعيارية أو الكوباية دي. شايفين الكوباية دي هي نفس المعيار بتاع الكوباية المعيارية. تعالوا طيب هنشوف كيلو الدقيق هيطلع كام كوباية. يلا نعد مع بعض. أول حاجة أهي، طبعا الكوباية بتكون ممسوحة، أنا لا بضغط عليها ولا يعني بسيبها كده أهرامية، لا خالص، زي ما انتم شايفين كده، يعني كوباية كده 3 كوبايات أهم. ودي الكوباية الرابعة. لو مش عندك الكوباية دي يبقى زي ما وريتك المج اللي كان دلوقتي بتاع الشاي، دي الكوباية الخامسة. تمام. ودي الكوباية الستة اهي. ودي الكوباية السبعة. ودي الكوباية التمانية. يعني الكيلو معايا بالكوباية المعيارية أو بالمج بتاعنا بتاع الشاي العادي في البيت 8 كوبايات من الدقيق. هناخد على الكيلو كام كوباية من المية؟ هاخد أول حاجة كوباية كاملة من المية، عليها معلقة سكر، يعني حوالي 15 جرام من السكر و20 جرام من الخميرة، يعني حوالي نص معلقة أكل الكبيرة من الخميرة، يعني 20 جرام بالظبط يا جماعة على الميزان، و15 جرام من السكر. وهندوبهم كويس جدا في كوباية المية الدافية، تكون يا جماعة مية دافية، تمام، لا هي مية سخنة قوي ولا مية باردة. السخنة بتموت الخميرة ومش هتخمر معايا. هاخد من نفس كيلو الدقيق 3-4 معالق كده من الدقيق، علشان أنا بعمل خميرة دلوقتي، تمام. أي عيش بيعملوا له خميرة، هنعملها كده بالشكل ده. كوباية من نفس كوباية مية، الكوباية المعيارية اللي احنا عايرنا بيها الدقيق، كوباية من المية عليها معلقة من السكر، معلقة أكل عادية ممسوحة، عليها نص معلقة من الخميرة، وهنسيبها لمدة ربع ساعة لتلت ساعة. شايفين هي خمرت معايا اهي، وعليها كام ايه كام كام ايه يعني ايه كام ايه دي كام معلقة من الدقيق؟ حطينا 4 ملاعق من الدقيق لغاية ما تحسي القوام تمام. طبعا اول ما خمرت انا هبطت الخميرة، وبعد كده ضفت الدقيق وحطيت معلقة من الملح، تمام، معلقة صغيرة من الملح. ودي تاني كوباية اهي، تمام، من المية. انا ضفتها طبعا بالتدريج وخلصت. دي تالت كوباية. الكيلو بياخد معايا 3 كوبايات يا جماعة بالتمام والكمال. يعني كيلو الدقيق هياخد معايا علشان تبقى العجينة مظبوطة 3 كوبايات من المية. وطبعا على حسب نوع الدقيق، في دقيق بياخد مية اكتر وفي دقيق بياخد مية اقل. انا صراحة زادت حوالي معلقة، يعني كان ممكن اضيفها، تمام، يعني كان ممكن اضيف المعلقة دي، بس خلاص انا حسيت انه العجينة في ايدي كده تمام. هتلاقيها عجينة طرية مش ملزقة، وفي نفس الوقت طرية. طبعا اهم حاجة في عمل العيش ان احنا نعجن كويس قوي. ليه؟ لغاية ما يبقى له عرق، تفضلي تعجني كده وتشدي وتمطي فيه، عايزة تحطيه على الرخامة بس هيبقى لازق معاك شوية، عشان هي بتبقى ايه طرية شوية. تعوزي يعني ايه تدهني الرخامة بتاعتك
دقيق مثلا، لكن انا مش عاوزه ازود دقيق تاني، انا بشتغل بالكيلو. انا عملت الخميره من الكيلو وكملت بقى العجن ببقيه الكيلو. تمام، زي ما انتم شايفين اهو انا بعجن، فضلت اعجن قدامكم اهو لغايه ما خلصنا الميه، ما فضلتش غير معلقه. تمام، انا يا جماعه مش هقول اي حاجه غير لما يكون كل حاجه والله بمصداقيه. انا عملت الحاجه بكل مصداقيه هقولك عليها. يعني انا زادت، هم الكيلو بياخد 3 كوبايات، انا زادت معلقه فقط وكان ممكن اضيفها. تمام، بقى على بال ما تخمر الخميره بتاعتنا، العيش قصدي العيش بتاعنا، اكون انا جهزت المكان اللي هفرد فيه واللي هحط عليه العيش المفروض، واللي هحط عليه اهو العيش لما يستوي. دي بقى الردة بتاعتنا، دي ردة الدقيق البلدي، يعني بتبقى فاتحة شوية عن الردة اللي بتبقى عند الأفران. تمام، علشان بس اوضح لكم كل حاجة طبعا، علشان ممكن تزعلوا انتوا ان انا برغي كتير، بس والله يعني انا حابة اوضح لكم كل حاجة علشان الحاجة تطلع معاكم ناجحة ومضمونة، وتقدري تعملي الحاجة يعني تطلع مظبوطة معاكي. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو هي خمرت كويس جدا، وطلعت تضاعف يعني حجمها. انا بس جبت معلقتين من الزيت علشان بس احط صوابع فيها كده واعرف اقطع العيش فقط، يعني انا مش بستخدم الزيت خالص، احنا بس علشان اقطع بيه يعني كده العجين. تمام، هنفضل نكورها طبعا، انا هعمله عيش كبير. تمام، فقطعت الكوره او كورت العيش، قطعته قطع كبيره، وانت طبعا تقدري تتحكمي في حجم العيش زي ما انت عاوزه تعمليه زي حجم الرغيف بره. تمام، عاوزه تعمليه اكبر مفيش مشكله، اصغر برضو مش مشكله، يعني انت اتحكمي في حجم الرغيف براحتك خالص. طبعا انا الكيلو عمل معايا يا جماعه حوالي 13 رغيف. تمام، هو كان ممكن يوصل معايا كمان، الرغيف بتاعي كبير قوي، يعني قد رغيفين من اللي بره. تمام، فانتي ممكن تعملي حجم الرغيف اللي بره كمان يوصل معاكي العيش لحوالي 25، يعني ممكن توصلي للكيلو تعملي منه 25 رغيف. احنا اكلنا فيهم يومين. عاوزه اقول لكم الرغيف كبير، يعني مشبع وكبير ما شاء الله، مش صغير، وانتوا اكيد يعني واضح لكم في الفيديو انه الرغيف كبير مش صغير. تمام، طبعا طريقه الفرد العاديه، جبت معلقه من الدقيق كده هفرد بيها، يعني باخد زي ما انتوا شايفين كده بين صوابعي حبه صغيرين قوي، حطهم على العيش من فوق. تمام، او على العجينه من فوق كده علشان اعرف افرد وان الشبه بتاعتي ما تلزقش في العيش. بس كده شايفين اهو، حطيت طبعا انا جهزت المكان من قبل، يعني جهزت حاجتك على بال العيش ما يخمر. احنا مش هنخمره غير مره واحده، يعني احنا خمرنا الخميره. تمام، وبعد ما عجننا العيش خمرناه مره واحده، انا مش هسيبه يخمر دلوقتي، انا على بال ما افرد كل الكميه يكون عدى قد عشان في حلوين يعني في امورات كده بيسالوني بيقولوا لي احنا العيش ما نفخش معانا. يا جماعه لازم العيش يستريح، العيش لازم يستريح، انا مش هخمره بس لازم يستريح. تمام، اريحه ازاي او لمده قد خلي العيش يستريح من ربع ساعة لتلت ساعة. بعد كده أول ما هتحطيه على النار في أي حتة في الفرن على النار من فوق، هتلاقيه نفخ معاكي على طول واستوى سوى جميل قوي. لكن إنك تفرديه وتاخديه على النار على طول ده مش هينفع خالص، مش هينفع ينفخ ولا مش هيرضى ينفخ خالص. يعني هنتفق إن احنا هنريحه من ربع ساعة لتلت ساعة. تمام، طبعا انا على بال ما فردت كل العيش خلاص اول رغيف عدى عليه حوالي تلت ساعة. تمام، يعني كده خلاص يعني التريح او الراحة المظبوطة، الراحة المظبوطة للعيش، مش عارفة التريح ده مش عارفة جبتها منين، بس هحط دلوقتي. يلا بقى نبدأ التسوية. هحط بقى الطاسة التيفال بتاعتي او نوفال، على فكرة يا جماعة دي طاسة نوفال عادية جدا، يعني لو مش عندك تيفال مش مشكلة. تمام، هتعملي عليها اي طاسة عندك اللي هي ما بتلزقش. تمام، ان شاء الله حتى ألمونيوم، انا سويت العيش قبل كده معاكم في الألمونيوم والتيفال،
يعني ما عندناش مشكله خالص ان احنا لو حطينا طاسه الومنيوم هينفخ معانا وهيبقى تمام، يعني ما تقلقوش خالص. تمام. بس كده حطيتها اهي على النار، يا دوبك سخنت، بس ما حطيتوش وهو بارد، يعني كانت الطاسه بتاعتي سخنت. تمام. بعد ما سخنت جبت الرغيف اللي هو اول واحد هنبدا. خلي بالك وانت بتحطي الرغيف تعرفي اول واحد فين وتاني واحد وبالترتيب. اوكي، علشان يبقى ايه كل رغيف عدى عليه الفتره المظبوطه للراحه زي ما قلنا. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين مفيش ثواني، يعني 10 ثواني او 20 ثانية على من تحت كده، عشان الردة بتاخد وقت على بال ما ايه يسخن الرغيف. اول ما تلاقيه عمل فقاعات كده اهو، شايفين، فورا تروحي قلباه، هتقلبيه، هتسيبيه بقى، هتوديه. انا بحركه ليه؟ علشان بس اوديه حوالين النار، يعني المكان النار بتاعتي مظبوطة، مش قوية قوي ولا هادية. تمام. بس كده، وزي ما انتم شايفين العيش ما شاء الله بيستوي، ما بياخدش معاكي دقايق، يعني لا ثواني على النار، ثواني معدودة. تمام. وهتلاقيه نفخ معاكي واستوى من فوق ومن تحت ما شاء الله. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، انا هخبز معاكم اغلب العيش علشان تشوفوا ان كل العيش نفخ معايا. اول ما يعمل اهو حوالين داير كده ينفخ او يعمل فقاعات، على طول تعرفي انه استوى، يعتبر القاع بتاعه استوى، واحنا هنقلبه بقى على وشه. تمام. علشان يستوي هينفخ معاكي على طول اهو، شايفين. بس كده، وخليكي ايه هاديه كده، مش مستعجله عليه، وتكوني محضره زي ما قلت لك كده الفوطه بتاعتك تحطي فيها العيش وتغطي عليه علشان يفضل ايه طري. عاوزه اقول لكم وانا بسوي العيش ما شاء الله الريحه كانت قلب الشقه كده، الدنيا كلها ريحه عيش وريحه جميله قوي، حاجه كده تحفه، تحسي بالخير والبركه في البيت بجد. انك تعملي الحاجه على نظافه في البيت دي حاجه يعني مفيش كلام، مش محتاجة غير شكر وتقدير ليك يا ماما. بس فبجد الطريقة سهلة وبسيطة زي ما قلنا. كل كيلو دقيق هياخد 3 كوبايات من المية، أو بالتقريب قوي، يعني 3 كوبايات إلا حاجة بسيطة، ممكن 3 كوبايات ومعلقة أو معلقتين على حسب نوع الدقيق زي ما اتفقنا. تمام. يبقى 3 كوبايات من المية لكل كيلو دقيق، معلقة من معلقة ممسوحة من معلقة الأكل سكر، ونص معلقة خميرة من اللي هي الخميرة العجين. لو مش عاوزة تستخدمي الخميرة العجين ممكن تستخدمي عادي الخميرة الفورية، مفيش أي مشكلة. تاني حاجة طبعا معلقة صغيرة من الملح، ما عندناش أي حاجة أكتر من كده، بس هو العيش مية وملح وخميرة زي ما بنقول، مية وملح وخميرة ودقيق، يعني مفيش أكتر من كده. تمام. معلقة السكر دي بس علشان نشجع بيها ايه الخميرة علشان تخمر. بس كده زي ما انتم شايفين العيش بكل سهولة. المرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم العيش بالدقيق البلدي، علشان الناس اللي بتقول هل ينفع اعمل العيش بالدقيق البلدي، انا هعمل لكم العيش بالدقيق البلدي، وكمان بطريقة تسوية جديدة ان شاء الله هتعجبكم وهتناسب الجميع. ودي طبعا طريقة التسوية دي على الطاسة من فوق على النار، بتناسب طبعا الجميع، بتناسبنا كلنا، لانه ممكن في ناس تقولك لا انا لسه هشغل الفرن او مش هعرف اعمل في الفرن، اهو اي حاجة، المهم انه على الطاسة سهل وبسيط، وزي ما انتم شايفين نفخ معايا، يعني تقدري تفتحيه وتحشيه اي حاجة. عايزة تعملي السندوتشات فيه تصغريه اكتر، يعني اقل من كده هتكبري براحتك خالص. المهم ان الطريقة ناجحة 100% بكل مصداقية، هي دي الطريقة من الألف للياء، وهو دي النتيجة زي ما انتم شايفين قدامكم. تمام. فأتمنى بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. بقى عاوزة منكم دعوة حلوة، وزي ما انتم شايفين الجمال ده، يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك، وكمان دعوة جميلة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.